اتمرن جيم ولا اتمرن كاليستينكس؟ السؤال ده دايما بيجي في دماغ كل واحد عايز يبدأ تمرين. اروح الجيم وارفع اوزان واظبط جسمي، ولا اروح الكاليستينكس واعمل حركات واربي اعصاب؟ السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم اسلام تعيلة، مدرب ولاعب كاليستينكس. الفيديو ده هيلخص المشكلة دي خالص. هنشوف مين بيديك نتيجة اسرع، مين بيضخم اكتر، مين اسهل في الاصابات، ومين اقل في التكلفة. ركز معايا عشان هقولك في الاخر ايه الانسب لهدفك بالظبط. يلا بينا. القسم الأول، مين بيستخدم إيه؟ الجيم هو ببساطة إنك بتعمل مقاومة من بره جسمك، يعني بتستخدم دمبل، بتستخدم أوزان، تلعب على الأجهزة عشان عضلاتك تكبر وتزيد قوتها. تاني حاجة المعدات، اشتراك شهري، صالة مجهزة بأوزان، ومكان ثابت للتمرين. أقوى ميزة في الجيم إنه بيعرف يعزل العضلة كويس أوي، بيديها المقاومة اللي محتاجاها عشان تزيد قوتها. بتبدأ تزود الأوزان تدريجي، عشان كده هو ملك التضخيم. أما بقى الكاليستينكس هو إنك بتعتمد على وزن الجسم كمقاومة. الهدف منه مش رفع الأوزان، لهدف السيطرة الكاملة على جسمك. تاني حاجة المعدات، أنت حرفيا مش محتاج أي معدات غير بار ومتوازي وأرض، وممكن تتمرن في أي مكان زي البيت، الجنينة، النادي. أقوى ميزة في الكاليستينكس إنه بيعمل ربط بين الخلايا العصبية والخلايا العضلية، فده بيديك تحكم أكبر في الجسم، وده بيسهل عليك إن أنت تعمل حركات زي الهاند ستاند، الهيومن فلاج. القسم التاني، النتيجة النهائية، هتطلع عامل ازاي؟ اول نقطة، الهدف الاساسي من الجيم ان انت بتعمل اكبر حجم عضلي ممكن. اما الكاليستينكس تحكم عضلي عصبي وسيطرة كاملة على الجسم. النقطة التانية، الشكل العام. شكلك العام في الجيم جسم اضخم وحجم عضلات اكبر واوضح. اما شكلك العام في الكاليستينكس جسم رشيق وعضلات ناشفة وقوية. تالت نقطة هنا، التقدم والتطور. التقدم في الجيم بيكون سهل عشان بتبدأ تزود الاوزان تدريجي، اما في الكاليستينكس بيكون صعب، لازم تغير شكل التمرين عشان تزود صعوبته. رابع نقطة معانا هو مستوى القوة. مستوى القوة في الجيم هو بيديك قوة قصوى لرفع الأوزان، أما في الكاليستينكس هو بيديك قدرة تحمل كاملة للجسم، زي إنك تقعد وقت طويل في تمرين، تزود تكرارات عالية. خامس حاجة معانا هي المرونة. في الجيم بيكون أقل مرونة عشان أنت بتحتاج مكان مخصص للتمرين، أما المرونة في الكاليستينكس هي عالية عشان بتتمرن في أي وقت وأي مكان. هنيجي هنا بقى لأهم قسم، العيوب والمشاكل. هنبدأ بالجيم. عيوب الجيم، أولا الإصابات. الإيجو ليفتنج بتاع الجيم بيكون أعلى شوية عشان خاطر أنت بتشيل وزن، وقدرة التحمل والتحكم في الوزن بتكون صعبة شوية لأن هو مش جزء من جسمك. تاني حاجة في الجيم، وهي عند معظم الناس، الملل والالتزام، إن أنت ملزم إن أنت تروح الصالة أو تروح الجيم وتدفع اشتراك شهري. تاني مشكلة معانا في الجيم هي إهمال القوة الوظيفية، ان انت بتركز على تمارين العزل وتنسى تمارين المركبة زي البول اب، البوش اب، الدبس، اي تمارين بوزن الجسم تستهدف اكتر من عضلة. هنيجي بقى للكاليستينكس. الكاليستينكس انا مش شايف فيها اي عيوب لاختلاف بعض الناس. اول عيب هو التطور البطيء. انت هنا محتاج صبر وتدريب شهور وسنين عشان توصل لحركة زي حركات الفرونت ليفر او الهيومن فلاج او الهاند ستاند. تاني مشكلة هي صعوبة التضخيم. في النقطة دي صعب توصل لحجم العضلات اللي بيوصل لها بتاع الأوزان، لأن هو بيركز على تمارين العزل على عضلة واحدة، وإنك مربوط بوزن جسمك كمقاومة خارجية، ومش بتعرف تزود مقاومة كبيرة بسهولة. تاني مشكلة هي الضغط على المفاصل. الحركات الصعبة باستمرار بتحط ضغط على المفاصل زي الرزق والكتف الكوع، عشان كده لازم تسخن كويس. وفي الأول وفي الآخر مفيش حد أحسن من حد بشكل مطلق، وبعد المقارنة دي كلها نوصل لأهم النقط اللي لازم تختاره بناء على هدفك أنت الأول، في الأول وفي الآخر. يعني لو هدفك الأساسي إن أنت تعمل عضلات بسرعة ويبقى شكلك أضخم، تزود أرقامك في الأوزان، يبقى الجيم هو اللي هينجز معاك. أما بقى لو هدفك حركة وقوة ويبقى عندك سيطرة كاملة على جسمك وتجيب حركات زي اللي بتبهر الناس، وكمان مش عايز تتقيد بمكان، يبقى الكاليستينكس هو الحل. أقوى رياضيين في العالم بيعملوا الميكس. ليه تختار حاجة واحدة؟ روح الجيم، كبر عضلاتك، بعدها دخل تمارين الكاليستينكس زي العقلة والمتوازي عشان تزود قوة تحملك. أنا دلوقتي عايز أعرف رأيك في التعليقات، بتلعب جيم ولا كاليستينكس؟ وإيه اللي خلاك تختار الطريق ده؟ ولو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي تساعدك تبقى أقوى وأحسن. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.